السلام عليكم، أنا أحمد الإمام وبودكاست جديد ومعانا باشمهندس عمرو هشام. إحنا غالبًا كنا بنعمل معظم الحلقات مع ناس خبرة سنين كتير والكلام ده، وناس قالت لنا محتاجين يعني نتكلم مع خبرات مختلفة، فأنا شايف عمرو من الناس دي لو أوائل الناس يعني اللي نختارها تتكلم معانا. عمرو عامل tool GQL بيستخدمها في إنه يعمل queries زي كإنّك SQL كده، بس على Git repo الlog بتاع Git. لو أنت عندك أي project بتاعك بتستخدم Git غالبًا، فهو الtool دي بتقدر تسهّل لك إنّك تعمل search في الlog بتاعك وتعمل more advanced queries. الحلقة دي هنتكلّم عن الopen source، إزاي عمرو بيشارك في الopen source ونتعلّم منّه، فتبقى فرصة تشجّع الطلبة أو غيره إن هم إزاي يعملوا ده، فيعني يسهّل عليهم الموضوع ويقول لنا شوية من خبرته في الموضوع. plus هنتكلّم more technical بقى عن إزاي الtool دي شغّالة، فهنتعلّم شوية حاجات يعني. الحلقة أنا اعتقادي هتبقى مفيدة جدًا للناس كلّها. إزيك يا عمرو، عامل إيه؟ منوّرنا. الحمد لله تمام، ده نورك. في البداية كالعادة يعني أنا قُلت مقدمة طويلة شوية، في العادة بنطلب من الضيف هو يعرّف نَفْسه فمعاك المايك. تمام. أنا عمرو هشام، خريج تجارة 2020، إدارة وتسويق. تمام. شغال في السوق بقالي سنتين ونص، فول تايم اندرويد ديفلوبر. أنا انترستد بالتولز والكومبايلرز والأوبن سورس في العموم. كنت بكونتريبيوت في راست انالايزر، كاربون كومبايلر، وستاتيك ستاتيك اناليسيس اسمه شيك ستايل ما بس. شاء الله. فدي أول حاجة، هو عمرو أصلًا مش خريج بقى هندسة ولا حاسبات، فهو زي ما قال هو خريج تجارة وشغال في يعني أو يعني بيكتب كود في حاجات more advanced، يعني اللي هو مش أي حد يقدر يعني يشتغل فيها بسهولة، فده دليل إنه ما فيش عائق ليك أيًا كان أنت خريج كلية إيه والّا مجالك إيه، إنك تقدر تدخل المجال. بس محتاج تبذل مجهود اللي هنعرفه بقى من عمرو في البداية. قُل لنا بقى أنت إيه الصعوبات اللي واجهتك في الأول؟ يعني قبل ما نتكلم technical فخلّينا تقول لنا من إيه، في رحلتك إزاي انتقلت الانتقالة دي من تجارة للبرمجة يعني؟ هو في الأول بيبقى في مصادر كتير، تمام، دي بتبقى المشكلة، أنت مش عارف أنهي مصدر هو الأحسن، أو أنت أصلًا في حاجات أنت مش عارف إيه اللي محتاجه عشان تدخلها. هل مثلًا أنت محتاج شوية maths قبلها، محتاج خبرة معينة في حتة قبلها وبعد كده تدخلها. لو دخلت مثلًا على كتاب على طول، زي مثلًا model compiler implementation، فأنت في الأول هتلاقي إن الموضوع صعب، تمام، لأن أنت معاكش الحاجات اللي أنت إيه محتاجها. اللي دخّلك على الcompilers على طول؟ ما أنا هي ما فيش حد يعني معظم الناس اللي بتيجي من تمام. مجال برّه بعد بيبدأوا front end لإنه أسهل، تمام. فبيبدأ اللي هو إيه، يشوف بقى بيبقى عايز يشوف حاجة visualized فيشوف الHTML والCSS والحاجات دي بتترسم إزاي، بيبقى معظم الناس كده، فبس أنت داخل إيه، لأ، compiler هو أنا على طول بدأت بCS50، تمام، وبعد أها. كده كان الكورس ده من هارفارد، وبعد كده كان في كورس introduction to computer science من MIT، تمام، كان الموضوع كويس وكان بيbuild مشاريع كويسة. وبعد كده جبت الكريكولم بتاع MIT وبدأت أختار مادة مادة، مثلا OS database، وإيه بدرس الكورس بتاعها لحد ما وصلت للكومبايلر، تمام. فكنت بجرب الأول من كتاب كان موديل كومبايلر امبلمنتيشن، يعني أخدت نصه وبعد كده كان الموضوع صعب وقتها، ما كنتش عارف أكمله. رحت لكتاب تاني كان أسهل، كان وقتها لسه الكتاب حتى كله ما كانش نزل، كان بينزل فصل فصل، كان اسمه كرافتنج انتربريتر. وبعد كده رايتنج كومبايلر ان جو ورايتنج انتربريتر ان جو، تمام. وبعد كده في كتاب تاني اسمه writing compilers and interpreters a software engineer approach، تمام. ده كان بيكتب كومبايلر لباسكال بيتارجت الجي بي ام، تمام. بعد كده بيكتب انتربريتر لباسكال، بعد كده بيكتب ديباجر، تمام. بعد كده بيكتب كود اديتور ويوصله بالديباجر وبالكومبايلر، فكانك على كود اديتور عادي. وقت ما تدوس مثلا ستيب داون او ستيب انتو فهتلاقي نفس الايفكت بتاع الاي دي. بعد كده رجعت كملت في الكتاب بتاع مودر كومبايلر امبلمنتيشن، تمام. وبعد كده بقيت الكتب عادي، بس الفكره ان انا كنت ايه، عايز ادرس ماده الكومبايلر، بعد كده الموضوع عجبني فكملت فيه. فأنت كأنك بدأت تدرس أنت بنفسك يعني الحاجات اللي الناس كانت بتدرسها في الجامعة، فخدت وقتك بقى إنك تعرف إيه المناهج اللي الناس بتاخدها، وخدت أنت الطريق مع نفسك. طيب، فأنت قُل لي أنت خدت وقت قد إيه بقى لحد ما أنت يعني حسيت يعني رحلة التعلُّم دي بما إنك أنت كنت في تجارة، فهل أنت كنت يعني بدأت تذاكر بعد ما خلّصت تجارة والّا كانت الدنيا مشيت إزاي؟ لا، هو انا كنت بدات اذاكر من اول ترم في الكليه، من اول سنه، تمام. اول تدريب كان جه في ثالث سنه، بس انا ما كملتش فيه لان كنت وقتها في جوه سمر اوف كود،
كنت متحمس لفكره تشيك ستايل اكتر. اول شغل اشتغلته كان بعد ما اتخرجت تقريبا ب9 شهور، اول شغل فول تايم، بس من وقتها مكمل. فمن اول سنه لحد بعد ما اتخرجت بنص سنه، حوالي 5 سنين وشويه. فانت كنت تقريبا كانك بتدرس في الجامعه، بس بتدرس مع نفسك. انت بالظبط، بتدرس تجاره وما بتذاكرش للتجاره، فبس عمال تذاكر لان انت كنت حابب اكتر تدخل، بس ما قدرت تدخل برمجه يعني او بالظبط، السكه دي، بس ما قدرتش بالمجموع بقى والثانويه العامه والكلام ده. فانت فضلت مكمل بتتعلم. فقعدت بالظبط. بقى الايه الاربع سنين ولا الخمس 5 سنين اللي وشويه. انت قعدت تدرس. يعني لا يعني فانت اه. فانت كمثال بالنسبه للناس، لما يعني مثال اللي هو عادي، انت درست زيك زي اي حد، ايوه، بس كمان بايه، بشغف واهتمام عن حتى اللي بيدرس. انا مش فاكر ان انا كان عندي الشغف ده وانا بدرس في هندسه، يعني ان انا حابب اعمل كل اللي انت بتعمله ده. فانت خدت وقتك كانك درست في الجامعه، نفس درست المواد. كل التفاصيل من جامعات نظيفه، لانك كنت بتشوف الكورسات بتاعت الجامعات وبتخلصها. طيب قُل لنا إيه الحاجات بقى اللي أنت يعني شُفتها في خلال الرحلة دي، عشان لو حد حابب ياخد الtrack ده إنه يتعلّم كويس، بصرف النظر بقى عن إن في ناس بتقول لك تتعلّم في شهور قليلة والكلام ده. لأ، لو حد حابب يتعلّم بصورة كويسة، إحنا مش ما لناش دعوة بالوقت، كل واحد حُر في الوقت، وإحنا هنقول بس بالظبط. الحاجات اللي أنت مرّيت بيها وشُفت إنها فرقت معاك في الرحلة بتاعتك يعني. يعني نفس المواد بتاعت هندسه، تمام. نفس يعني ممكن تأجل شويه الماس مثلا، بس هو في الاخر هترجع تاخده عشان هيفيدك في حاجات كنت تانية. بتعرف منين بقى المواد؟ يعني ام اي كنت تي بتعرف منين حطاهم هم بيدرسوا كلهم، إيه؟ تمام. ام اي تي حطاهم كلهم. جامعه اسكندريه كانت حطاهم، كنت بجيب جدول ال4 سنين واشوفهم عشان اعرف بس اسامي المواد. بعد كده بشوفهم من ام اي تي، تمام. بس كنت ابدا بقى بحاجه حاجه، يعني مثلا كان في ستانفورد كانت عندها كورس اسمه سي اس 1.5 تقريبا، كان بروجرامينج بارادايم، تمام. وكان بيقول لك انك المفروض تاخد الكورس ده قبلها، وبعدها بيريكومند كورس تاني. انا كنت باخد ده واخد ده، خلص واخد التاني. اهم حاجه طبعا المشاريع بتاعت الكورسات، يعني كان في كورس في ستانفورد كان بتاع البروجرامينج بارادايم، تمام. كان بيشرح كل بارادايم شغال ازاي في الميموري وتفاصيل اكتر، تمام. نهايه الكورس كان بيكتب انتربريتر للغه، فدي كانت حاجه لذيذه. في كورسات مثلا بيكتب مشاريع كبيره. في كورس على كورسيرا مثلا اسمه داتا ستراكشر فور performance، كان بيعدل على زي اديتور صغير كده، بيحاول يوريك ازاي انك إمم. تستغل الداتا ستراكشر دي في انك تعمل اوبتمايزيشن للتعديل. وكان حاطط مثلا زي سبيل شيكر كده، كان بيمبلمنت في الكورس، تمام. في كورس مثلا اسمه ناند تو تتريس، كان بياخد ناند شيب اللي هي نوت انت، تمام. يبدا بيكتب الميموري والريجستر، بيديه زي تول كده تعمل سيميوليشن. بعد كده السي بي يو، بعد كده تكتب زي لغه برمجه صغيره، تمام. بعد كده تكتب زي او اس صغير. بعد كده تكتب لعبه ترنم عليه. هو اسمه نانتو تترس، من اول الشيب لحد ما إمم. تكتب باقي الستاك كله. تبدا بيعرفك ازاي مثلا الشاشه شغاله، ازاي الانبوت شغال، ازاي مثلا هتكتب انت الاسمبلر لان انت اللي كاتب الاو اس بتاع المشروع. كان كورس متقسم على كورسين، كان تقريبا 24 اسبوع حسب ما انا فاكر. فكان في إمم. كورسات لذيذه جدا، والمشاريع بتاعتها لذيذه، فانت تقعد بقى تشوف ازاي الدنيا شغاله من جوه. أنت إيه اللي كان بيحمّسك تكمّل؟ هو أنت واضح إن أنت كنت متحمّس للموضوع لإنه كنت أنت حابب ده من الأول. إيه اللي كان بيخلّيك تستمر بقى إنك بتدايم يعني في consistency زي ما بيقولوا يعني؟ لان انت بتدخل مثلا في مشروع بتشوف التفاصيل دي شغاله ازاي. بعد ما بخلص اي بروجكت مثلا بحاول اضيف فكره او حاجه من عندي. يعني مثلا بعد المشروع بتاع إمم. كرافتنج انتربريتر كان معايا لغه في الاخر كان فيها او بي والدنيا تمام. كنت عايز اضيف عليها نتورك لايبرري بحيث اعمل منها نتورك ريكوست، هي كانت سكريبتنج لانجوج. فقعدت فتره عملتها وبعدين عجبتني جدا. بقيت شعور انك بتكتب بروجكت باللغه بتاعتك، فده شعور حلو، فاهم. انت ايه، انت إمم. طلعت ليفل اللي فوق، انت مش بس بتكتب باللغه، لا انت لو في بج في اللغه فانت برضه هترجع تصلحها وترجع تكمل المشروع. يعني فانت كانك بتكتب ايه، اهم. زي ما بتكتب لايبرز مثلا. فانت مش بس بتفكر في اليوزر هيستخدم الاب بتاعك ازاي، لا بتفكر في الديفلوبر هيستخدم اللايبرري بتاعتك ازاي. فاهمني، فالموضوع بيبقى اهم. ممتع جدا اصلا. فكنت مستمتع بالموضوع ده، كل ما بتعرف تفاصيل اكتر كل ما بيجي لك مثلا افكار اكتر. فكره مثلا الفيرتشوال ماشين او كتب الكومبايلر. فانا مثلا خدت نفس الامبلمنتيشن بتاع الكومبايلر، بدل ما الفيرتشوال ماشين كانت بتشتغل مثلا على حاجات ليست وحاجات كده، تمام. فخليتها بتطلع بايت كود وبقيت برنه على الاندرويد جرافيكس اي بي اي. بقيت بعمل زي تيرتل جرافيك كده بتاعت بايثون، بطلع سلحفاه وتقعد ترسم. فانت هتلاحظ ان هنا نفس إمم. الفيرتشوال ماشين، طب مفيش حاجه جديده، مجرد بس غيرت التارجت بتاعها. حاجه زي جيت كيو ال، انت بدل ما هيبقى الجرافيكس لا بقت الجيت فايلز او فايلز ثانيين، بس نفس فكره الفيرتشوال طب ماشين.
انت مهتم اكتر يعني باللو ليفل بس شغال اندرويد، فانا مش فاهم انت ليه شغال اندرويد، ليه مش بتحاول تشتغل حاجه تانية يعني؟ كنت شايف ان وقتها كنت شايف ان صعب اول ما اتخرج على طول، تمام، وصل بالسي اس فابدا اتارجت شغلانه كومبايلر، وكان في وقتها منحه بس انت باللي انا شايفه انت كنت تقدر تكونتريبيوت في اللينكس كيرنل، في الحاجات اللي شبه كده، بما ان عندك الوقت ويعني وانت حابب ده، فده كان هيسهل ان انت تقدم لو فيقبلوك، يعني ما لو هو بقالك مثلا سنه سنتين شغال بتكونتريبيوت في ما الحاجات هو دي. الرؤيه دي ما كانتش عندي وقتها، فاهمني؟ انت وسط الطريق، اه اه انت مش شايف في مفهوم الاخر، انت مفهوم. بس عايز اول شغلانه اه اجرب، بالظبط فاهمني؟ انت مش عارف حتى لو اشتغلت بالظبط. اندرويد طب ايه النظام، ايه اللي هيحصل، هل في حاجه جديده غير اللي انت بتذاكرها، اه فاهمني؟ فانت بتبقى محتاج تفاليديت كل شويه في الطريق. بس بعد فتره بتقول اه لا، طب ما انا ممكن كنت قدمت مثلا في كده في الاول، او كنت خدت طريق تاني. مم. بس وقتها كنت مختار انت ايه الطريق الوجهه بقى اللي بعد كده، يعني انت ايه بالظبط، اللي ناوي عليه؟ ابقى فول تايم كومبايلر انجينير، تمام، واكمل بقى في اه الاتجاه ده، شيفت خالص تبقى بكتب كومبايلرز ولانجوج فانت ديزاين دي كود. اللي سكتك، يعني دي ان شاء الله اللي هي الخطوه الجايه بالنسبه اه لك، ان او اللي شاء انت الله، ماشي فيها انك تبقى كده يعني حاليا في الجوبز اللي بتقدم عليها او بالظبط، غيره يعني. ده التارجت تمام. بتاعي. حلو جدا يا عمرو، اتمنى لك كل خير، ويلا بينا ننطلق نشوف البروجكت. طيب قول لنا انت، يعني بعد ما شفت حاجات مختلفة انت حبيت اكتر الجزء بتاع الكومبايلرز والكلام ده، ايه اللي جاب في دماغك بالظبط. فكرة انك تعمل التول دي؟ وقول لنا الاول، ممكن نوري الناس التول دي بتعمل ايه بحيث الناس تبقى فاهمة برضو يعني كبداية، ايه اللي هم متوقعينه مننا يعني. تمام، ثواني شير سكرين وبعد كده نشوف. تمام احنا شايفين الشاشة بتاعتك. تمام. الفكره ان احنا هنقدر نرن كويري عادي على الدوت جيت فايلز اللي عندنا، تمام، دي مثلا البرانشز اللي عندي. كويري تاني مثلا ممكن اجيب اسماء الناس اللي بتكونتريبيوت. فانت مثلا اي بروجكت عندك المفترض بتستخدم جيت فيه وعندك هيستوري كبير، فالتول بتساعدك انك تقدر تعمل سيرش ترن، على اللوجز اللي عندك بتاعت جيت. بالظبط. وانت قلت لي برضو ان انت بتقدر تعمل اكتر من كده، ان التول نفسها تقدر حتى يعني تعمل انت شويه تعديلات فيها، انها تقدر تسيرش في الفايلز في حاجات مختلفه يعني، ايا كانت السيستم اللي انت عايز تنتجريتها فيه. بالظبط، ايا كان نوع الداتا، مجرد بس بتديفاين السكيما وبتديفاين داتا بروفايدر بيسلكت الداتا. بالتالي ممكن مثلا ترنها على فايلات، تمام، ترنها على اي بي اي داتا، ايا كان الداتا هتحط بس السكيما بتاعتها وترن عليها، تمام. في فكره تانية ان انت مثلا ممكن تبارس اي كود وتحوله لسنتكس تري، تمام، ممكن ترن الكويري على التري فتشوف مثلا في كام فاريبل، التايبس بتاعتهم، في كام فانكشن، في كام كلاس، بانك بترن الكويري عليه برضه. اي نوع من الداتا ليها ستراكشر معين ممكن تعمل لها زي مابنج كده. حلو جدا. طيب اجيب خلينا مثال ده فانت مثلا. ورينا الفيتشرز اللي هي موجوده بحيث الناس تقدر، انت كانك بتستخدم اس كيو ال لاي حد يتعامل مع اي داتابيز، فانت بالظبط، بتقدر تكتب كويريز سيلكت وات ايفر، حتى انت في تقريبا اجريجيت، انت مسلكت كاونت هنا، بالظبط. وعامل رينيمنج اللي هو الياس للنيم لو انت عاوزه ترينيمه باسم تاني، وعامل يعني عشان في جروب باي، اجريجيت، في جروب باي وفي اوردرنج وفي ليميت، فكانها فول اس كيو ال بس للجيت ريبو بتاعتك. يعني فول فيتشر ما عدا الجوين لسه ما عملتوش، بس بقيه الحاجات موجوده. تمام حلو جدا. طب خلّينا برضه عشان الناس تبدأ تفهم، ممكن تورّينا الأول نتطرق لGit لو الناس ما تعرفش أصلًا هي إيه الfiles يعني اللي بتبقى موجودة في Git. هو كان في برضه سلسلة صغيّرة كان عملها باشمهندس باسم مدغيدي، ممكن تبقوا تشوفوها، هي بالإنجلش عن إزاي build Git، كانت كويسة جدًا عاملها بGo، فممكن يعني لو حابين تعرفوا أكتر. إحنا حاليًا هنتطرق لGit نشوف الفولدرات أو إيه الdata الfiles اللي عمرو بيبدأ يعمل لها queries وبيشتغل عليها، بحيث نفهم بالضبط هو بيعمل إيه، وبعد كده هندخل على الarchitecture بتاع الtool نفسها، هو إزاي قسّمها وبناءً على إيه، وبعد كده الكود نفسه بحيث نتعلم يعني إزاي ده بيشتغل يعني. تمام، دلوقتي احنا جوه الجيت فايلز، تمام. انت عندك مثلا هنا في البرانشات بتاعتك، وده الهاش اللي فيه اخر كوميت، اخر كوميت في البرانش ده، تمام. وعندك في الاوبجكت عندك الكوميت محطوطين هنا. فاحنا مثلا لو جينا نشوف اخر كوميت هنا، فهنلاقي ان اخر كوميت بيبدأ بدي 6، تمام.
لو جينا هنا ده الكوميت بتاعنا، تمام. لو جينا نعمل كده فيجيب لنا كل المعلومات بتاعت الكوميت من اول فانت الاوثر. عندك فولدر، انت عندك فولدر اسمه objects جوه الدوت جيت فولدر بتاع جيت اللي فيه الداتا. فانت بتبدا تتعامل مع الفايلز اللي موجوده هنا. احنا برضو محتاجين نتكلم عن الفايلز دي بالتفصيل، بحيث نوري الناس ايه كل الفايلز اللي انت بتحتك بيها في خلال الرحله بتاعتك يعني. تمام، هو انا كل اللي محتاجه البرانشات، تمام، والكوميتس والتاجز حتى الان، دول اللي بعمل عليهم الكويريز. وفي حاجات الداتا بتاعتها مش موجوده زي ما هي، مثلا حاجه زي الديف، فانا باخد 2 كوميت اقارنهم ببعض، لكن الريزولت ما بتبقاش ثابته موجوده في الفايلز، فبالتالي بضطر انا فانت كومبير 2 2 كل التول مره. بتاعتك برضو بتقدر تشو الديف لو انت عاوز تشو الديف ما بين حاجات يعني، بالظبط. وتقدر تسلكتها. فممكن برضو ورينا مثال على ده بحيث الناس تبقى فاهمه يعني الريزلتس يعني. تمام، ثواني، خلينا مثلا نقول select all from diffs limit 10. تمام، ده عدد السطور اللي اتعمل لها insert، السطور اللي اتعمل لها delete، عدد الفايل اللي اتغيرت، تمام. ده الكوميت اي دي لو انا عايز استخدمه بعد كده ان اجوين مثلا واعرف بقيه معلومات الكوميت. ده الريبو، ده الايميل واليوزر نيم لكل 10 كوميتس. مهم. فدول ببدا انا احسبهم. طيب خلينا يعني نبدأ نتطرق بقى للفكرة نفسها، ونروح للستراكشر بتاع الفولدرات. ايه اللي جه في بالك يعني انك تقسمها بالشكل ده؟ يعني هل شفت حاجة زيها كانت موجودة؟ ايه اللي جاب الفكرة في دماغك انك تعمل حاجة شبه كده يعني؟ تمام، التقسيم ده عشان انا كنت عايز كل حاجه تبقى لوحدها. انا عايز مثلا ان انا لو انا عايز اكتب سنتكس هايلايتر مثلا او حاجه الاديتور بس، فانا مش هحتاج اكسكيوت الكويري، بس انا محتاج الاستراكشر بتاعه ومحتاج البارسر. تمام، لو حد تاني عايز يستخدم التول فمش شرط يستخدم السي ال اي بتاعي، لان انا حاطط فيه وصف معين وحاجات معينه، انا عايز هو يقدر اوفر رايد ده. بالتالي انا كنت مقسم كل حاجه لوحدها، كل حاجه كلايبرري منفصل، بحيث زي ما هنشوف في الاخر انا ممكن اخد 3 لايبرري او 4 من دول واعمل مشروع تاني بفايلين 3 بس. فكانت دي طيب فكره التقسيمه دي، مش انهم مشروع واحد. لو انا يعني فاهم، انت تقريبا مقسمه كانه حاجه شبه الكومبايلرز. يعني انت خدت من نفس الفكره، او يعني حاجه شبهها نفس اللي الكومبايلرز بتعمله لو انت عايز تبيلد لغه. فاللي انت عامله ده كانها لغه برمجه، بس يعني هي ديكلاراتيف زي الاس كيو ال. فانت بالظبط. مشيت بنفس الاستراكشر بتاع الكومبايلرز، بالظبط صح نفس كده؟ الاستراكشر بس مقسمه كلايبرز، وفي الاخر اها، المشروع بينادي عامله اللايبرز دي كلها. موديولز بحيث تقدر تنكلود بالظبط. الموديولز اللي انت عايزها لو محتاج تريبليس حاجه معينه. زي مثلا ما انت كنت بتقول انا لو مش عاوز اشتغل على الجيت، عايز اشتغل على فايلز بشكل تاني بفورمات تانية، فتقدر تعدلها يعني. بالظبط. طيب قبل ما نتطرق بقى للكلام التكنيكال الاعمق، كنت عايز اسالك على حته الاوبن سورس. انت رحلتك كانت عامله ازاي في الاوبن سورس من البدايه؟ يعني انا هخرج من الكود حاليا بحيث برضو الايه تمام. يعني نفصل الناس شويه، وبعد كده نرجع نتكلم عن التول بالتفصيل. تمام، في البدايه كنت بكنترول في مشاريع اندرويد صغيره. تمام، اي حد عامل مشروع صغير عجبني الفكره بدخل بس كنترول بجزء صغير. تمام. بعد كده كنت عايز ادخل جوجل سمر اوف كود، كنت مختار شيكا ستايل، كنت وقتها قريت اول كتاب كومبايلر، تمام، وعارف يعني ايه بارسر واي اس تي وكده. قلت خلاص خلينا نطبق الحاجه دي في حاجه تكون ريليتد ليها شويه. تمام، فبدات اكونتريبيوت 3 شهور تقريبا في شيكا ستايل، كنت بعمل فيتشرات، تمام، وبكتب تيستنج وكده. وبعد كده بدات ايه، انا عايز اكونتريبيوت في كومبايلر او حاجه ريليتد اكتر للكومبايلر، مش بس اناليسيس. مهم. تمام، فجربت السنه دي، كان اخر السنه اللي فاتت واول السنه دي كنت بدات اكونتريبيوت في راست انالايزر. تمام، كان عاجبني ما راست شاء وعايز الله. اجربها. تمام، وكان في ارتكل التايتل بتاعها هاو تو ليرن راست باي كونتريبيوت ان راست. تمام، فعجبتني الفكره مهم. قلت اجرب. تمام، وعملت، كنت بكونتريبيوت في راست انالايزر. تمام، بعد كده في حد شجعني انا كنتريبيوت في كاربون كومبايلر، كان لسه جديد. تمام، كان في فرص وايشوز كتير يعني اسهل شويه، فبدات اكونتريبيوت فيه. بجانب ده بحاول اعمل التولز بتاعتي، لو انا عندي فكره او حاجه عايز اجربها فببيلد التول بتاعتي وبخصص وقت صغير ان كنترول في حاجات تانية، بس على حسب بقى بحاول اوزنها كده. ايه الصعوبات اللي قابلتك وانت بتكونتريبيوت يعني؟ يعني مثلا في شيك ستايل اول مره ما كنتش عارف ابيلد المشروع. تمام، انا متعود مثلا ان في الاندرويد بيكون هو مهندل جرادل كبيلد سيستم وكل حاجه مع بعض، انت بتدوس رن بيرن على الايميليتور. لكن في المشروع ده لا، انت المفروض بتحط كل حاجه لوحدها وانت بتتعامل مع الكوماند لاين والتست.
بتنادي انت الجرادل وتقول له مثلا بيلد كذا، وتنادي الفايل وتقول له اعمل كذا. بس فدي كانت في الاول كان الموضوع صعب. كلمت حد من المينتينر، هو شرح لي البيلد كله بيشتغل ازاي. في الاول برضه ما كنتش عارف اتست كل ده، يعني كان الكفرج بتاعهم كبير، وكان بيرن حوالي 60 سي اي تمام على كل كوميت. فاي حاجه بسيطه بتلاقيه بيقول لك لا عدلها. كنتش طبعا متعود على كده تمام، اللي هو انت حتى الكوميت، حتى المسافات في الكومنت تتعدل. فلو كنت مستغرب الموضوع مستصعبه، اي غلطه بعيد يعني بعدل الكود وبعد كده افتح بي ار او اعدل البي ار. فكده لقيت الموضوع لذيذ والموضوع مفيد كمان. يعني من اللي انت قلته ان انت سألت ناس من الكونتريبيوتورز على اللايبراري اللي انت كنت بتعدل فيها، سواء في راست او في غيره، يعني الناس كانت بترد عليك وبتقول لك وما بالظبط. كانش في مشكلة، يعني ما حدش كان مثلا اللي هو يعني مش مهتم او يعني عارف اوقات بتلاقي في بعض الكوميونيتيز والريبوز بيتعاملوا بطريقه مش احسن حاجه مع الناس اللي هم اللي لسه داخلين جديد، يعني انت ما قابلتش ده؟ لا لا خالص، كان بيساعدوا لاقصى درجه اصلا، حلو بيبدا جدا. يعلمك حتى كل حاجه عايز مثلا يبيلد. كان بيطلع اناليسيس كده بويب سايت بيجنريته قبل كل كوميت، فكان بيوريك ازاي ده بيحصل. كانش عندهم مشكله انهم يساعدوا عادي. ايه تاني من الحاجات اللي انت قابلتك فيها صعوبة؟ مثلا كان في مشاريع البيلد بتاعها بياخد وقت جامد، دي كان برضو مم. حاجه مش اسهل حاجه في الاول. الاتريشن بتاعها يبقى بطيء شويه، بس ده تمام يعني، ده متوقع. في حاجات مثلا كنت لما بدات كنترول في راست ما كنتش قاري في راست او مجرب في راست، انا كنت داخل اتعلم جوه تمام. فحتى لو حاجه سهله انت اصلا مش عارف هي بتتعمل ازاي، بروح اشوف كود مم. تاني احاول اخمن دي بتتعمل ازاي وابحث وبعد كده اعملها. يعني كان في مثلا حته آه. كان مثلا بيكمبير انم بس تمام، بس كان لهم طريقه بيكمبيروا بيها. فدي رغم انها حاجه سهله لو انت عارف اللغه، بس انا ما كنتش عارفها، فداخل بقى اشوف بيعملوها ازاي واحاول اعمل نفس الطريقه. بس. ف وكتعليم بقى نفس يعني في راست نفسها، انت ما قابلتش صعوبة وانت بتتعلمها؟ او يعني اوقات انت ما بتدخل على بروجكت كبير، البروجكت نفسه بتلاقي الموضوع انت مش سهل انك تقدر تفهم الدنيا رايحة فين والكلام ده، فتعاملت مع ده ازاي؟ ما هو انا في الاول كنت ابدا بجود فيرست ايشو او اسهل ايشو موجوده تمام، حاجه واضحه انا تقريبا عارف الحل بس مش عارف اللغه تمام. فانا عارف الفكره هتبقى كستيب هتتعمل ازاي. ممكن مثلا ابحث عن حاجه معينه بتتعمل ازاي، لان أنا هبقى مقسم الموضوع على الاقل عارف الحل. غير مثلا لو حاجه صعبه فانا لا عارف الحل ولا عارف اللغه تمام. فببدا مهم. بحاجه اسهل وبعد كده بحاول ادرج بقى فاصعب فاصعب فاصعب. بكون اصلا اتعودت على طيب اللغه اكتر تمام. قول لنا بقى الرحلة، هنرجع تاني لللايبراري اللي انت عملتها. الرحلة بدأت ازاي بقى اول ما بدأت يعني، يعني قول لنا من القصة من البداية برضه. تمام، وانا كنت عايز اعمل جيت كلاين، بس انا كنت عايز احط فيه جزء ان انا اسورت الكونتريبيوتور باي بارامتر. مش شرط مثلا زي مم. جيت هاب هسورت على اساس عدد الكوميت، انا عايز اسورت على اساس اي حاجه. ففكرت في الاول نعمل مثلا لغه سكريبتنج واعمل لها امبيد جوه البروجكت، وابدا اخليها مثلا حاجه زي لغه مثلا. وبعد كده لقيت مم. لا، حاجه زي كده سيكوال مناسبه لها اكتر. احنا متعودين اصلا سورت او اوردر باي. غير لما اقول لحد يتعلم لغه جديده من الاول، لا فهو متعود على سيكوال او اغلب الناس عارفه سيكوال حتى لو بيزك كويري. ففكرت خلاص انا هكتب حاجه زي سيكوال، ما كنتش كتبت لغه كويري قبل كده، كانت اغلب اللغات شبه سي وكده. فقلت خلاص هبدا اجرب فيتشر حاجات صغيره وابدا اكبر في المشروع شويه شويه. بس بقى كان المشروع بدا يكبر، بيظهر حاجات اكتر، بيظهر فيتشرات اكتر بتتطلب، ببدا اطوره لحد دلوقتي. المشروع بقى له حوالي 8 شهور. حلو جدا. خليني انا هروح ارجع تاني للكود. قول لنا يعني بحيث الناس تفهم ايه اللي بيحصل الرحله بتاعه الكويري نفسها. يعني انا اللي انا عارفه انه ان انت لما بتيجي تكتب مثلا كويري ده عباره عن تكست، فانت ازاي بقى بتبدا تعرف التكست؟ واوقات التكست ده بقى بيبقى فيه معادلات، فتعرف منين هل ده معادله ولا ده تكست عادي ولا ده كيورد انت بتسلكت بيه. فبيظهر زي ما انا شايف انت بدات في بارسر، وبتبدا تانلايز يعني ايه السترنج اللي جاي لك ده عشان تقدر تطلع منه بحاجه تفهمها. فنشرح ده بالظبط. للناس برضو بحيث الناس تفهم عموما الكومبايلرز حتى لو كده بتبقى شغاله ازاي. تمام، هو دلوقتي اول حاجه الكويري هيجي كتكست كسترنج عادي تمام. هيجي مثلا هنا كسترنج عادي، فانا محتاج مش هينفع اتعامل معاه كسترنج. يعني مثلا مهم. لو جينا نكتب مثال هنا تمام، انا لو جيت اقول مثلا سيلكت تمام 1+1، فده هنا مش اوبريشن، ده مش بلس من الاخر، ده هتعامل معاه كسترنج عادي مم. تمام. على عكس مثلا ما اقول كده اه. تمام. فانا محتاج افرق، محتاج اني اعرف البوزيشن بتاع كل حاجه، عشان مثلا لو هنا في غلطه، لو هنا مثلا دي كده، فانا محتاج ريبورت ان لا ده جمع، انا محتاج ان الطرفين يكونوا انتجر مثلا. بالتالي انا محتاج مم. اتراك كل توكن في الحاجات دي، كل توكن من السترينج
واعرف البوزيشن بتاعه واديه مارك، ان انا ابقى عارف مثلا ان دي كيورد، ده string، تمام، دي كوما، ده نمبر اوبريتور string. ولو فاللي في بيحصل دبل هنا كوت مفتوحه فلازم تلاقي القفله بتاعتها، لو في قوس بالظبط، محطوط لازم تلاقي القوس القفله بتاعته. او ريبورت ان في ايرور مثلا، فبالتالي محتاج برضه اعرف اه. البوزيشن بتاعها، تمام. او مم. مثلا ان في حاجه غريبه، يعني مثلا في كده، بالتالي مفيش حاجه توكن كده، فبالتالي محتاجه ريبورت ان لا ده غلط، تمام. فاللي بيحصل ان مم. انا بمشي على التكست حرف حرف، ده اسمه توكنايزر، تمام. هو موجود هنا. انا في الاول بديفاين انواع التوكن اللي عندي. انا عندي كيورد زي سيت مثلا، سيلكت فروم جروب وير، تمام، لاخر الكورد. زي ما اي لغه برمجه بتحدد الكيوردز بتاعها اللي انت ما ينفعش بالظبط، تستخدمها. بالظبط، انا بحدد الحاجات اللي هي ايه الثابته اللي مش هينفع استخدمها. في حاجات مم. مثلا زي البراكتس، الاور والاند والبيتوايز اور واند، الشيفتس، تمام. السيمبل ده اللي هو ايدنتيفاير، الجلوبال فاريبل اللي هو ايدنتيفاير بس قبله علامه الات، تمام. وهنا الداتا تايب، الانتجر، الفلوت، السترينج، البوليان طبعا ثابتين ترو فولس، والنل، وشويه بانكتويشن، الكوما، السيمي كولون، تمام، برسنتج سلاش بلس، تمام. فانا بعدي على حرف حرف من هنا. مثلا انا هنا لقيت ان ده حرف اس، تمام، فانا متوقع ان هلاقي حاجه من اتنين، يا اما دي هتكون كيورد، تمام، في اللغه زي سيلكت مثلا هنا، يا اما هتكون ايدنتيفاير زي حاجه زي النيم مثلا، هو مش اسم متعارف عليه في اللغه. انا هنا مش مهتم ان ده اسم تيبل او اسم فاريبل، مجرد بس بعمل لهم ايدنتيفاير، ده كيورد، ده ايدنتيفاير عادي، تمام. بتراك طبعا البوزيشن بتاعهم، الستارت والاند، وبحدد في الاخر ده اني كايند، اني نوع من اللي فوق ده هو التوكن ده، عشان بقى كده اعرف اتعامل مم. معاه، تمام. فلو جينا مثلا لهنا، انا هنا لو اول حرف لقيته كان الفابيتك، تمام، فانا متوقع ان انا بارس ايدنتيفاير، وهفضل في لوب لحد ما اوصل لاخر الكلمه اللي هو مثلا هنا، تمام. انا هنا محتاج اعرف حاجه من الاثنين، هي سيلكت دي عندي في اللغه اصلا سبورتد او كلمه ريزيرفد في اللغه ولا لا، تمام. فانت بتعدي حرف حرف، مش كلمه بالظبط، كلمه مثلا، بالسبيس وتشوف الكلمات، لا حرف حرف في السترنج اللي مبعوت لك كله. بالظبط، عشان احدد ممكن مثلا مش عايز الكلمه يبقى فيها رقم، وبالتالي مش هينفع مم. امشي بالسبيس، انا محتاج ان فورس رول بتاعتي، فانا بمشي مم. حرف حرف، تمام. بعد كده انا هشيك في التيبل اللي عندي هو الكلمه دي اصلا موجوده عندي ولا لا. لو موجوده هرجع الكايند بتاعها، لو مش موجوده هقول ان دي سيمبل او ايدنتيفاير، ايا كان بقى تيبل نيم فاريبل او اي حاجه، تمام. نفس الكلام مع النمبر والسترنج، يعني مثلا انا اول ما الاقي دبل كود فانا متوقع ان ده سترنج، فهدخل اعمل نفس الموضوع بس لحد ما الاقي الدبل كود اللي هي بتاعت الاند. طب ولو لو الموضوع خلص وما لقيتش الدبل كود ان هو اليوزر فتح سترنج وما يبقى قفلوش، ايرور. مم. انا هحتاج هنا اني اعمل له ايرور مسج. دي هيلب مسج، انا بقول له انت نسيت الدبل كود اللي في الاخر، وطبعا بريبورت البوزيشن اللي انا جبته. طب لو هو قفلها وتمام، فانا خلاص هاجي مارك ده سترينج. طبعا حاجه زي الكوميت هاجنورها، تمام. انا مش هرجع حاجه ومش هقول ان انا عندي كوميت، انا حاليا مش محتاجه. في بعض المشاريع بتبقى محتاجه عشان حاجه زي الفورمات مثلا، هو عايز يتراك الكوميت عشان لما يفورمات يرجع يحط الكوميت مكانه تاني. انت بس انا في قصدك الكيس دي مش الكومنت اللي بيبقى محطوط في في الكود الوسط، عموما. يعني لو انت عندك كومنت او كده عايز تجنوره يعني. اه انا هنا باجنوره، بس في كيسز ان انت عايز تعمل مثلا كود فورماتر، تمام، فانت مش مم. هتجنوره، لان انت بعد الفورمات لازم الكومنت يفضل موجود عادي، مش هينفع مم. تمسحه، تمام. في هنا حاجه مثلا زي النمبرز، هنا الهكس نمبر مثلا نفس الفكره، بقى هيكس ديجيت او اندرسكور، تمام، نفس الفكره برضه. لو مفيش ديجيت، يعني هو مثلا عمل او اكس وما حطش حاجه بعدها، فانا محتاج ريبورت الموضوع، تمام. خلاص هماركها ان دي انتجر عادي، هحول الفاليو بتاعته انتجر وهرجعها كانتجر. نفس الفكره في الباينري او الاوكتا، تمام. والنمبر العادي، ثواني، النمبر العادي نفس الفكره من 0 ل 9، وباكسبت ان ماشي في اندرسكور. لو في دوت وبعدها ارقام فده كده فلوت، فانا على الاساس ده احدد هو ده نمبر ولا فلوت، انتجر قصدي ولا فلوت. يعني مثلا اول مم. ما لقيت الدوت هنا، فانا خلاص حددت ان الكاينت بتاعي كان انتجر في الاول، لا دلوقتي انا متاكد انه فلوت، فهبارس اللي بعده وارجع ان هو فلوت عادي. بعد ما ده يخلص هيبقى تمام. عندي ليست اوف توكن. يعني مثلا لو جينا في مثال زي كده، فانا هنا باكسبكت 4 توكن، السلكت اللي هي الكايند بتاعها سلكت، والسيمبل،
اللي هو اي ايدنتيفاير عادي، فروم طبعا كورد في اللغه، وبرانش ايدنتيفاير عادي. انا باكسبكت هنا 4 توكنز. تمام. الريزلتس بتبقى عامله ازاي في التوكنايزر؟ بيرجع ايه بقى؟ انت انا اديته سترينج، ايه الاوتبوت اللي بيخرجه؟ هي اوتبوت ليست اوف توكنز. مهم. التوكنز ده فهو هيدي كل توكن لوحده البوزيشن بتاعه والكايند بتاعه والفاليو بتاعته اللي هي الليتر بس. فبعد كده بقى ممكن اروح للمرحله اللي بعدها. مهم. تمام. انا هنا دلوقتي بقى عندي ليست اوف توكنز، بس انا بعد ليست اوف توكن مجرد بس بفاليديت او بمارك كل حاجه ان دي في اللغه او مش في اللغه، ده اوبريتور او نمبر. بعد كده انا محتاج بقى اشيك على الرولز بتاعتها. انا محتاج اشيك مثلا ان انا ما ينفعش اقول مثلا واحد سيلكت، دي حاجه غلط، رغم ان هم كتوكن صح، دي كيورد وده نمبر. فانا محتاج اروح للبارسر بقى، تاني مرحله. لا، انا قبل ما تروح لاول مرحله، هل ممكن في طريقه عندك تكول التوكنايزر بس على اي سترينج ونشوف الريزلتس هيبقى شكله عامل ازاي، بحيث الناس تبقى الصوره وصلت لها قبل ما نروح تمام. للستيب الثانيه؟ ممكن رن الديباجر. تعال مثلا نكتب نفس الكويري اللي احنا كنا مستخدمينه. هنا في غلط، هنا كلمة برانشز غلط، فمش عارف، بس عادي يعني حتى الآن مش هتدي ايرور. ثواني. تمام. هو كده رجع لي 4 توكنز. أول مهم. توكن مثلا إن هو من 0 ل6، الليتر بتاعته سيلكت، والكايند بتاعه اللي هو سيلكت كيورد. مهم. تاني توكن إن هو من 7 ل11 اللي هو النيم، وقال إن ده سيمبل عادي. تالت توكن قال إن هي فروم وإن دي كيورد، البوزيشن بتاعها من 12 ل16. رابع حاجة اللي هي برانشز بس مكتوبة فيها تايبو، قال إن دي سيمبل عادي من 17 ل26. إحنا لو كملنا بعد كده هيقول إن ده مش تيبل موجود عنده، بس ده لسه المرحلة مهم. اللي بعدها. فإحنا لحد حلو الآن جدا. مش بنفرد أي حاجة، مجرد بس بنفرد إن السترنج مقفول، الكيورد دي نوعها إيه، مش أكتر. حلو جدا. فاحنا دلوقتي عدينا على التوكنايزر، حولنا تمام. السترينج التوكنز، بعد كده بناخد التوكنز نعمل عليها بقى فاليديشن وتتشيك الرولز بتاعتك وهكذا. وأحولها لتري. بعد كده وتحولها لتري. بالظبط. حلو جدا. تمام. فإحنا هنيجي بس للستراكشر بتاع التري. إحنا بعد كده دلوقتي خلاص معانا ليست أوف توكن وهنبعتهم للبارسر، بس هنشوف البارسر هيكونوا مع شكل إيه. إحنا دلوقتي عندنا حاجة زي مثلا الستيتمنت، زي مثلا السيلكت ستيت. فالسيلكت ستيتمنت محتاجه يبقى تعرف التيبل نيم، الفيلد اللي هتسلكتهم، والفاليو اللي هتسلكتهم. تمام. وهي از ديستنس ولا لا، وفيها الياس ولا لا. تمام. فدي المعلومات اللي انا محتاجها. فانا محتاج ان اغير بقى، بدل ليست اوف توكن انا هعمل شويه نودز، كل نودز محتاجه المعلومات اللي هتستخدمها عشان يحصل لها اكسكيوشن. مثلا حاجه زي الوير محتاجه يبقى فيها كونديشن. حاجه زي هافينج نفس الكلام. الليميت مثلا محتاجه السايز اللي هتليميت عليه. الاوفست نفس الحاجه. اوردر باي مثلا محتاجه الارجيومنتس اللي هتوردر على اساسهم. تمام. والاوردر الفيلد اللي هتجروب على اساسه. تمام. بالنسبه للفاليوز، فهنا مثلا الاساينمنت. تمام. محتاجه اسم الفاريبل اللي هتاساين فيه والفاليو اللي هنعمل لها اساين. السترنج مثلا سترنج عادي. الايدنتيفاير بقى محتاج بس الاسم بتاعه. تمام. الجلوبال فاريبل نفس الكلام. النمبر بحتاج الفاليو بتاعته سواء انتجر او فلوت. البوليان محتاج اعرف بس ان هو ترو، الفاليو جوه ترو او فولس. هنا نفس الحاجه. فانت عرفت من الاول اول ستيب بتاعه التوكنايزر التايبس بتاعه كل توكن، فبتبدا تتعامل بقى مع كل تايب بالفاليديشنز الخاصه بيها والرولز اللي انت حاططها. بالظبط. واجمعهم في نودز. انا هنا كل نود ببقى عامل فيها نفس فكره التوكنز. برضه عايز اعرف النود دي نوعها ايه. فهنا بيبقى كل نود بتتراك التايب بتاعها عشان بعد كده استعمله. فانت بتحولها لنودز، او بتحولها لتري، لنود دي في تري، في ليه اصلا انت بالظبط. محتاج تحولها لتري؟ عشان مش هينفع بعد كده اكسكيوتها وهي عباره عن ليست. انا ما اعرفش الليست دي يعني مثلا سيلكت، مش هينفع امشي ورا حته حته، او هتبقى اصعب في الاخر من الاخر ان انا امشي ورا حته حته وابدا اعمل لها ايفالويشن. لكن بالنسبه انها مم. نود فالموضوع هيبقى اسهل بكتير. او ان مثلا بقى مثلا حاجه زي 1 بلس 1، فانا مجرد ما وصلت انها باينري اكسبريشن مثلا، فاشوف الليفت والرايت بتاعها. مش هفضل امشي مم. اتراكم في التري. عشان كمان لو في اكسبريشن كومبلكس شويه فالموضوع هيبقى اصعب بكتير، وهي ليست. التاني محتاج اديها الريبريزنتيشن بتاع التري ده، اي اس تي. عشان
عشان وانت بتكسكيوت نفترض انه زي ما انت قلت 1 بلس 1، فيبقى النود بتاعتي الاساسيه هي البلس، ويمينها الرقم اللي انا عايز اجمعه مع الشمال الرقم اللي عايز اجمعه عليها، بالظبط فاقدر تمشي عليها، يعني انك تنفذ العمليه. بالظبط، هيبقى الموضوع اسهل. مم. وعشان كمان في حاجات الاوردر بتاعها بيختلف، يعني مثلا لو انا جيت هنا تمام وقلت سيلكت واحد زائد واحد مضروبة في اتنين، اللي هو الويت بتاع الاوبريشن. بالظبط لو جيت اتعامل معاها كانها ليست عادي تمام، فهلاقي الواحد الاول بعدها بلس بعدها واحد بعدها عمليه الضرب. بس انا في الحقيقه انا لازم اكسكيوت الضرب الاول، مم. الواحد ملتبلاي في اتنين وبعد كده اد عليها الواحد. بالتالي انا محتاج تري ستراكشر عشان اقدر اهندل ده، اقدر مثلا احط انها اكسكيوت دي الاول وبعد كده دي. في حاجه مثلا زي الاجريجيشن تمام، الاجريجيشن مش بيحصل لها اكسكيوشن في الاول، بيحصل لها اكسكيوشن او بتتحسب بعد جروب باي، مم. فجروب باي دي هتبقى في الاخر، فانا مش هينفع اكسكيوت بنفس الترتيب اللي موجود بيه، فبالتالي انا ببرصهم لنودز. تمام، لو جينا مثلا هنا قلنا حاجه مثلا زي الوير ستيت تمام، فانا هنا معايا كلمه وير، انا عايز اتاكد ان في كونديشن وراها، فلو مفيش كونديشن وراها وده اخره التوكنز فهريبورت ايرور. طب في كونديشن فانا هريد الكونديشن ده كاكسبريشن، محتاج اتاكد ان الكونديشن ده بوليان، ما ينفعش مثلا اقول له وير واحط سترينج، ما لهاش معنى، انا الرول بتاعتي بتقول ان وير بعدها بوليان. طب لو مش بوليان فانا هريبورت ايرور، ان انا كنت باكسبكت بوليان بس جالي تايب تاني. وبعد وانت كده شغال في كل الكيس دي، كل الكيسز اللي بتظهر، هل دي كانت كلها في دماغك، ولا انت قعدت تقابلها مع وانت شغال، ولا يعني مشيت ازاي في الخطوات دي يعني؟ لا، هو اصلا كل البلان ده ما كانش بتاعها. موجود في الاول. انا في الاول كنت بشيك بس على حاجه بسيطه، ان انا بس بشيك انها بوليان، مش بوليان مهم. بحط اي ايرور لو خلاص انفاليد في الاول خالص. بس بعد كده بقى انا مهم. عايز اعمل ايرور احسن، انا عايز مثلا اد نود، بقول له الرول بتاعتي ان انا مثلا في وير انا باكسبكت منك تحط لي بوليان، وبحط اللوكيشن. انا ممكن بعد كده مثلا احط اتنين نود، ممكن بعد كده احط له الدوكيومنتيشن، يعني مثلا لو جينا للدياجنوستيك ده فده بيبقى جوه المسج تمام، اللوكيشن بتاع الايرور، النوتس والهيلب والدوكيومنتيشن. ممكن بعد كده اقول له لو عايز تعرف الصح في الدوكيومنتيشن في المكان ده احط رابط الدوكيومنتيشن بتاع الجزء ده مم. ويروح عليه على طول. بس في الاول الكود ده طبعا ما كانش موجود، مجرد بس كان المسج وبدي له اي مسج في الاول. فانت ما بدات ما كانش فيه الفيتشرز دي، قعدت تزود بالظبط. فيها تدريجيا. فكان قصدي الفيتشرز دي هي كانت بتيجي في بالك، ولا كان حد هو بيطلبها، ولا ايه اللي يخليك تزودها يعني؟ ولا انت كنت بتقارن مثلا بداتابيز زي اس كيو ال او اس كيو ال لايت، حاجه شبه كده يعني؟ لا في الاول كنت بس عايز المشروع يشتغل، عايز بس اوصل للريزلت صح تمام. مم. بس بعد كده كنت عايز اعمل ايرور احسن، يعني مثلا ساعات في سيكوال لايت يقول لك ان مثلا في ايرور كذا نير مثلا سيمي كولون، بس هو مالكش ايه سبب مم. الايرور او ايه التايب الغلط مثلا يا مبعوث تمام. فانا كنت عايز اعمل ايرور قريبه شويه من اللي الراست بتطلعها، الراست انالايزر هو بيطلع ايرور شبه مم. دي، في حاجات ادفانسد بس هي بتبقى شبه دي فيها نوتس وهيلب وساعات بيبقى فيها دوكس. فده تصممه ان هو يعمل نفس الشكل بحيث ان شكلها يبقى احسن، مثلا يعني مثلا لو عملنا حاجه زي كده، انا لو جيت مثلا فتحت سترينج وما قلتوش، انا باكسبكت الشكل ده ان هو يقول لي ايه المشكله، المشكله دي بتحصل فين، يحط لي يعني اي مارك تحت المشكله ويديني نوت. ده زي راست، هم بيعملوا كده بالظبط، انت بالظبط عملت شبههم بالظبط يعني. بالظبط، انا كنت بحاول اوصل لنفس الشكل مم. بنفس الالوان بنفس الحاجات دي، بس فده كان الفكره اللي انا كنت بعمل عشانها الحاجات دي. بس الحاجات دي متضافه من شهرين مثلا، مش من اول المشروع. مم. تمام. في مثلا حاجه زي الاجريجيشن، الفانكشن العاديه لو احنا مثلا قلنا كده، لو قلنا مثلا select باور مثلا تمام، فدي بيحصل لها ايفالويشن على طول تمام. اول ما بيلاقيها الانجن بيعمل لها اكسكيوت 1 باور 2 بيحسبها. المشكله بتحصل لما يبقى في حاجه زي كاونت تمام، ان كاونت دي بتشتغل على كل جروب لوحده. احنا مثلا لو قلنا عايزين كاونت فروم مثلا برانش جروب باي انه اللي فاتت اللي هي الباور دي ملهاش فانكشن عاديه. ديبندنسي، انت عندك بالظبط المعلومات بتاعتك، انما كاونت انت معتمد على الداتا اللي انت هتسترجعها في الاساس. بالظبط، فكانت دي فيتشر لذيذه ان انا مثلا محتاج اقول له ان دي هيحصل لها اكسكيوشن بعد الجروب باي، وبعد كده ترجع تحطها عملتها في ازاي؟ الريزولت تاني. تمام. عملتها ازاي دي؟ تمام، انا كنت عامل فاليو مسميها اجريجيتد فاليو او اجريجيشن فاليو تمام. اول ما بلاقي اجريجيشن فانكشن زي دي تمام، الموضوع هنا
اول ما بلاقي اجريجيشن فانكشن طبعا بشيك على البارامتر والريتيرن تايب وكل حاجه تمام، وفي الاخر بعمل لها مارك ان دي بتراك الاجريجيشن لوحده، ان دي اجريجيشن فانكشن ده الاسم بتاعها تمام. وفي الانجن هينفذها في الاخر، يعني لما نوصل الانجن هنشوفها. بس في كيس تانية دلوقتي مهمه، ان انا لو عملت كده انا محتاج اقول ان كل ده بيديبند على الكاونت، فبرضه مش هاكسكيوته في الاول، ودي بسميها اجريجيشن فاليو. فاي اكسبريشن جواه اجريجيشن فانكشن بيتمارك اجريجيشن فاليو. نجي لها هنا اجريجيشن اكسبريشن. لو اي اكسبريشن انا لقيت جواه هاز اجريجيشن فانا بمارك الاكسبريشن ده كانه اجريجيشن اكسبريشن، معناه ان هو برضه هيحصل له ايفالويشن في الاخر. لما نيجي للانجن الموضوع هيبقى اوضح من كده بكتير. بس الفكره ان تمام. انا في البارسل انا بس بحاول اكون النودز. ففي الاخر مثلا هيبقى عندي حاجه اسمها سيلكت نود تمام، جواها الحاجات دي اللي هسلكتها وجواها اسم التيبل اللي هسلكت منه. طبعا بشيك على التايب بتاعهم ان دي مثلا هترجع انتجر فممكن اجمعها على انتجر عادي. لو عملت كده هيدي ايرور، لا مش هينفع اجمع انتجر على string. وبيبقى عندي نود تانية اسمها جروب باي، وهالجروب باي على اساس ايه؟ النود دي اللي احنا شفناها هنا جروب باي دي، واسم الفيلد اللي هو هيكون نيم، والسليكشن اللي هي شفناها في الاخر هيبقى عندي كويري جوه الستيتمنت دي. وبعد كده هروح بقى للانجن. في حاجه قبل الانجن دلوقتي، انا مثلا لما اقول كده فانا محتاج ان اشيك ان الاثنين تايب دول ينفع يتجمعوا على بعض تمام. بشيك ان مثلا ان البلس اوبريتور ان الليفت هاند سايد تايب هو نفس الرايت هاند سايد تايب. بس في كيس مختلف، ان انا مثلا لو قلت كده فانت بتعمل زي لغات البرمجه ما بتعمل بالظبط، بالظبط يعني اي تشيك زي لغات البرمجه بتعمله، فده نفس تبقى التايب فرصه شيفت. كويسه للناس بقى يعني يبداوا يربطوا يعني الموضوع شبه بالظبط. بعض كله يعني. الفكره ان احنا هنا في التوكنايزر قلنا ان ده سترينج، يعني بيبدا بدبل كوت وما شيكناش على الفاليو اللي جواه لان ما كانتش تفرق وقتها. بس في الكيس دي احنا الفاليو اللي جواها هتفرق. انا هنا هشيك ان الطرف ده ديت تمام، بس الطرف ده سترينج، فانا ما ينفعش اكمبيرهم ببعض. فاروح لتاني مرحله، طب هل انا ينفع احول واحد للتاني؟ كاستنج. فده اسمه امبليسيت كاستنج، لان اليوزر ما قاليش كاستنج، انا اللي بقى امبليسيت كاستنج من عندي. فهلاقي ان الفورمات بتاع الديت ده صح، فهحول ده الديت، بالتالي نقدر اكمبيرهم عادي. حلو الموضوع جدا. ده هيكون هنا. هنا مثلا هنا انا التايبس لو كانت التايب زي بعض فانا خلاص هريترن ان هم ايكوال، مش محتاج اعمل حاجه تانية. بس لو التايب كانوا مختلفين ولقيت ان هو كان تكست تمام والناحيه التانية كان ديت تمام، فانا هبدا اشيك طب هو الفورمات بتاع الديت ده صح. طب لو الفورمات مش صح فانا اقول له ان انا مش قادر اكمبيره تمام، ولا قادر حتى اعمل امبليسيت كاستم. وبديله شويه نوت ان انت محتاج بس تديني الفورمات ده او تستخدم فانكشن زي ميك ديت. طب لو كان الفورمات صح فانا هنا هرجع في الانم بتاعي الفاريانت بتاعي، هرجع له الفاليو الجديد، هقول له ان السترنج ده اتعامل معاه كانه ديت، فلما يروح الانجن هيكمبيرهم عادي. نفس الكلام في الديت تايم، نفس الكلام في التايم، اقدر اكمبيرهم بالشكل ده. فسواء الموضوع فانت كده كل الفاليديشن عندك حاططها في التايب تشيكر دي، بحيث اي حاجه تروح للانجن تبقى رايحه سليمه، ما تبعتش حاجه بالظبط. للانجن من غير ما يكون فيها يعني متاكد ان هي حاجه صح يقدر يعمل لها بالظبط هو اكسكيوت. مش دوره يشيك تاني، هو دوره بس ينفذ تمام. اهم. في كيس تانية غير دي، لو انا مثلا عندي فانكشن زي دي بتاخد ديت تمام وبترجع لي الدي بتاعه، فهي مثلا بالشكل ده صح. بس لو رجعنا لنفس الموضوع تاني، ان احنا حطينا ديت تمام، بالتالي نفس الفكره انا هشيك البارامتر اللي هي بتاخده قصاد الفاليو اللي هي خدتها او الارجمنت، فهلاقي ان واحد ديت واحد سترينج، وهعمل نفس الموضوع بتاع التايب شيكر تاني، وبالتالي اكسبريشن زي ده هيبقى فاليد عادي وهيرن. بس انت بتبقى محدد انت بقى الفانكشنز اللي انت سامح لها عشان تبقى عارف ان دي فانكشن اصلا، يعني انت اوريدي عامل ديفاين لعندك لدي وهكذا، يعني كل بالظبط الفانكشنز اللي انت انا هاجي سامح لهم لها. دلوقتي. في نقطه اخيره بس، ان في شويه اوبتمايزيشن صغيره، زي مثلا لو احنا جينا قلنا select one in مثلا 1 2 3 فهي دي true تمام. بس لو احنا قلنا كده
او قلنا كده select one in empty list، فاحنا عارفين ان هي اكيد false، اكيد هو مش موجود هنا، فانت فبالتالي بتريبليس الحاجات الاكيده زي ما بالظبط الداتابيس بتعمل اعتقد بالظبط يعني. لو هو الريزلتس اصلا بتاع التشيك فولس فانا خلاص انا هاجنور الفلتريشن ده خالص مثلا، او يعني اللي هو ايه بتعوض كل بريبليسها فانكشن بكول عندك انستراكشن بالريزلت بحسبها لك. بتاعتها. بالظبط. مم. في السيكوال لايت بيعملوا حاجه تانية، ان هو مثلا لو هنا في فاليو واحده او اتنين فاليو، مثلا واحد او اتنين، فهو بيحولوه للشكل ده. ترو. لا لو ترو هو كانه مش حاطط ترو. حاسبها، او لو تمام. هي مثلا كده. بحيث لو الاولى عدت خلاص يعني تمام مش بالظبط، هروح مش محتاج اكسكيوت بقى التانية. يتريت على الليست كلها. مهم. نفس الفكره برضو اللي انا قلت كده، التانية محتاجه احولها لترو، هي اكيد مش موجوده في الليست. في مهم. اوبتمايزيشن طبعا اصعب من كده بكتير، بس دول اتنين سهلين يعني، دول الاتنين اللي انا عملتهم، لسه شغال على الباقي. الفانكشنز، اول حاجه التايبس. تمام، انا محتاج اتراك التايب بتاعتي، فانا هنا عامل انم بتراك في التايب ان هو مثلا اني ده انا مش محتاج اشيك عليه، زي مثلا كاونت بتاخد اي حاجه. تمام، تكست، انتجر، فلوت، بوليان، ديت، تايم. تمام، ونال، وفي شويه حاجات مختلفه. فاريانت مثلا يعني هي بتاخد اي تايب من دول، هي تاكسبته عادي، زي مثلا اجريجيشن ماكس، هي بتاخد انتجر او فلوت هتشتغل معاه، او ديت او تكست، اي حاجه. اوبشنال ده زي الاوبشنال تايب، ان انا مثلا عندي فانكشن بتاخد اتنين بارامتر اكيد وبارامتر اوبشنال، فاتبعت او ما اتبعتش تمام. انت هنا زي ما يعني انت عامل بوكس دي اللي هي السايز بتاعها لانك انت مش عارفه، فانت السايز بتاعها في الهيب انت مش عارف هيبقى قد ايه، فلازم تستخدم بوكس دي تبع راست يعني لو حد اه، مش فاهم يعني. الفار ارجز اللي هو فاريبل ارجمنت، صفر او دي اكتر. لو انت هتبعت ارجيومنتس انت مش عارف عدد الارجيومنتس اللي انت هتبعتها للفانكشن اللي هو بالظبط، زي ممكن توري شكلها اللي هي الدوتس اللي بتبقى في جافا سكريبت او في بعض اللغات اللي هي تحط مثلا 3 زي دوتس تقريبا. جافا بتبقى كده. مم. بالتالي انا ممكن اقول الفانكشن دي كده، او اقولها كده، او اقولها باي عدد تاني. في سيكوال مثلا زي كونكات، كونكات بتاخد على الاقل اتنين، وبعد كده ممكن احط اي عدد من الفاليوز تاني وتكونكاتهم مع بعض، مم. بس على الاقل في اتنين اكيد. دايناميك دي حاجه جديده، ان انا مثلا في حاجه زي ماكس. تمام، لو النيم ده سترينج، فالريتيرن تايب بتاع ماكس هيبقى سترينج برضه. تمام، ولو هنا مثلا انتجر، فماكس لازم ترجع انتجر، فبالتالي الريتيرن تايب بتاع ماكس بيديبند على البارامتر اللي هي خدته. مم. تمام، هنجيلها هتبقى اوضح برضه في الفانكشن. انا هنا محتاج اعرف الفانكشن دي عندي ولا لا. تمام، ولو عندي بتاخد تايب ايه وبترجع تايب ايه. فانا هنا عندي تيبل فيه كل الحاجات دي. احنا مثلا لو جينا حاجه زي لور، ده الامبلمنتيشن بتاعها، بتاخد الفاليو وتعملها بس ترجعها لور كيس زي ما هي. بس لو جينا نشوف بقى التايبس بتوعها، فهنلاقي ان هي بتاخد بارامترز سترينج تكست قصدي، وبترجع تكست. فبالتالي لما اجي في البارسر والاقي لور، فانا عارف انها فانكشن، فكل اللي بشيك عليه ان هي فعلا خدت تكست، وان انا باكسبكت انها ترجع تكست. لو حاجه مثلا باكسبكت انها ترجع نمبر، فانا يعني مثلا حاجه زي ماكس، لو جه اليوزر مثلا قال زائد واحد وهي جواها انتجر، فتمام ده انتجر وده انتجر. لكن لو قال كده مثلا، فاقول له لا مش هينفع تجمع انتجر مع سترينج. في فانكشن الامبلمنتيشن بتاعها مختلف شويه، زي مثلا كونكات. كونكات زي ما قلنا بتاخد اتنين او اكتر، الاتنين اول اتنين بارامتر لازم يتحطوا والباقي اوبشنال عادي. فانا بقول اول اتنين بارامتر اي طيب عادي مش فارقه معايا، وبعد كده فاريبل ارجو، فبالتالي هو لازم يحط اتنين، حط اكتر من اتنين هاكسبتهم عادي، وهترجع سترينج. لو جينا للاجريجيشن فانكشن، الاجريجيشن فانكشن نفس الاستراكشر، بتراك النيم وبتراك بتاخد ايه وبترجع ايه. فدول مثلا الاجريجيشن اللي عندي. حاجه مثلا زي الماكس، الماكس بتاخد فاريانت، انا ممكن تاخد اكسبت انتجر، فلوت، تكست، ديت، تايم، او ديت تايم. هترجع ايه؟ هترجع سيم تايب از فيرست بارامتر. فبالتالي لو هي خدت انتجر، هترجع لي الريتيرن تايب بتاعها انتجر. خدت فلوت هترجع فلوت، ونفس الفكره عشان اقدر اشيك عليها. تمام، هنا
انا محتاج اتراك السكيما بتاعت الداتا بتاعتي، محتاج اعرف كل فيلد فيه كل تيبل فيه كولومز اسمهم ايه، وكل كولوم فيه تايب نوع ايه. فلو جينا هنا مثلا دي السكيما بتاعت جيت كيو ال، فهتلاقي ان كل حاجه كوميت مثلا اي دي هنا تكست، التايتل تكست، عدد الانسرشن والديليت انتجر، تمام. از هيد واز ريموت دول بوليان، وداتا داتا تايم ده ديت تايم، ديت تايم. وهنا كل تيبل عندي وايه الفيلد اللي جواه، بحيث مثلا لو جه اليوزر قال مثلا سيلكت اي حاجه from commits، فانا محتاج ريبورت ان لا، التيبل بتاع commits ده لما هاجي ادور في السكيم عندي مش هلاقي في حاجه بالاسم ده، فاقول له لا انا ما عنديش فيلد بالاسم ده جوه التيبل، فاديله ايرور مسج. مم. فبالتالي حلو لما جدا. بالظبط لما يروح على الانجن فهو متاكد ان الفيلد اللي جاله ده اكيد موجود، لان انا شيكت انه موجود او لا قبل كده. في بقى حته الداتا بروفايدر، انا ازاي هقرا الداتا اللي جوه الجيت دي؟ في كذا لايبرري بتهندل الموضوع ده، تمام. اشهرهم ليب جيت 2، تمام، دي موجوده في الاوفيشال راست اورجانيزيشن. وفي لايبرري تانية اسمها جي اي اكس، اسرع بكتير من الاولانيه. فانا هنا لما اجي اقول مثلا جيت سيلكت، انا هنا على حسب التيبل انا هعمل سيلكت. فمثلا حاجه زي البرانشز، فانا اقول سيلكت برانشز، دي الريبوزيتوري بتاعتي اللي فيها المسار بتاع الفولدر ده، تمام. هيتريت عليها برانش برانش، واخد منه النيم لو اليوزر عمل له سيلكت، طبعا الكوميت كاونت، تمام، از هيد او از ريموت، تمام، ولينك ريبوزيتوري. ففي الاخر هيرجع لي جروب ده جوه الروز دي اللي انا جبتهم من هنا. فلما نيجي مثلا للريزولت ازاي بنعملها ريبريزنتيشن، دلوقتي انا عندي الرو، تمام، الرو جوه ليست اوف فاليوز اللي هي الفيلد اللي بعمل لهم سيلكت، وعندي الجروب في ليست اوف روز، وعندي الاوبجكت جوه التايتلز اللي هي الكولوم نيم بتاع كل كولوم، وجوه ليست اوف جروبس مش جروب واحد. ليه مش جروب واحد؟ عشان لما نيجي لحاجه زي جروب باي فانا هاخد الداتا واقسمها على جروبس ورن عليهم الاجريجيشن وبعد كده مرجهم تاني. بالتالي محتاج الريبريزنتيشن هنا يكون ليست مش جروب واحد. الفاليو بتاعتي محتاج برضه ريبريزنتها بالشكل ده. هنا حاجه شبه اليونيون شويه في سيكوال لايت، محتاج ريبريزنت مثلا انتجر هيبقى جوه انتجر، الفلوت، التكست، عشان اقدر بعد كده اعمل لهم كومبير، او مثلا عايز الفاليو اطبعها او اعمل بيها اي حاجه، فانا هنا بتراك الفاليو بالشكل ده. هنا مثلا بشيك ان هم ايكوالز او لا، بعمل لهم كومبير مع بعض. اوبريشن زي بلس ماينس، بشيك طبعا على الاوفر فلو عشان ادي بيه ايرور مسج. بس بعد ما خلصت الفاليوز دي اللي هي لو انت لقيتها فاليوز محتاجه يحصل لها اكسكيوت، مش سترينج، مش كي وورد. زي ما انت كنت جايب في السلكت مثلا بتقول له سلكت 1+1، فدي قصدك الفاليوز هنا صح اللي هي لا، واحد. هو دلوقتي بعد ما وصلت، بعد التوكن لما راح للبارسر انا مش محتاج اعتمد على التوكن، انا محتاج بقى اخد الفاليو اللي جواه. يعني لما كنت في مهم. التوكنايزر قلت ان مثلا انا كان عندي فاليو سترينج هنا، فانا دلوقتي بقى فاليو هنا هي كله. محتاج بقى مم. استرابت السترينج ده عشان استخدمه بعد كده. انا مش هينفع بقى كده استخدمه كتوكن، مم. لا انا هستخدمه مم. كفاليو عادي، بحيث امرج اتنين سترينج مع بعض، اشيك على اللينس. فده الريبريزنتيشن بتاع الفاليو، تمام. تمام. بعد ما خلصت المرحله دي انا كده بقى معايا التري، تمام، متاكد ان هي صح في كل حاجه، تمام، عملت عليه الاوبتمايزيشن اللي انا عايزه. محتاج بقى اروح الانجن ويبقى معايا الداتا اللي انا جبتها من هنا من البروفايدر. فانا معايا مثلا الكوميتس ومعايا التري بتاعتي، ومتاكد ان التري دي صح بسبب السكيما انا شيكت عليها. فهنا اروح الانجن. في الطبيعي بيبقى في حاجه زي الكويري بلانر بيحدد الكويري ده هيحصل له اكسكيوشن ازاي والاوردر بتاعه. انا لسه ما عملتش ده، فانا عندي اوردر ثابت. انا هسلكت الحاجات الاول ما عدا الاجريجيشن طبعا، تمام، وبعد كده الوير والجروب اللي هي جروب باي، بعد كده الاجريجيشن اللي كنت جايبهم من الاول، او حتى مستخدمهم في وير، او مش هينفع استخدمهم في وير، اللي كنت جايبهم من السلكت مم. او مستخدمهم بعد جروب باي، بعد هافنج مثلا، او في هافنج او فبعد. اخر حاجه الليميت والاوفست والاوردر. فهيجي الانجن، تمام، هيشوف ان دي سيلكت ستيتمنت ولا ده جلوبال فاريبل بعمل له ديكلاريشن. فمثلا في الكيس بتاعتنا كانت سيلكت، فانا همشي بالاوردر اللي انا حددته فوق وهبدا اكسكيوت حاجه حاجه. هنا مثلا اكسكيوت ستيتمنت، تمام، فهبعت هنا سيلكت، هبعت للبروفايدر بتاعي، تمام، اقول له سيلكت لي الحاجات دي، اعطيه المعلومات اللي هو عايزها، التيبل والفيلد وكل حاجه، فهيرجع لي الداتا واحطها في الجروب. بعد كده ابدا انفذ بقيه الستيتمنت عليها بقى، حاجه زي الوير مثلا، مجرد هفلتر الجروب ده، تمام. حاجه زي هافينج بعد جروب باي فنفس الفلتريشن، بس هنا انا ممكن احط فيها اجريجيشن عادي هتشتغل، لان هم اتحسبوا في المرحله اللي قبلها. حاجه مثلا زي اكسكيوت ليميت،
فانا هنا الجروب بتاعي الرول بتاعي هلمتهم بس بالعدد اللي هو مطلوب، عايز اول 10. حاجه زي الاوفست برضو نفس الفكره. فهي زي الداتابيز الكويري بلانر بتاع الداتابيز، بس انت عندك بلان واحده هي بالظبط البلان دي اللي انت بالظبط. ماشي عليه. انما في الداتابيز هو بيبدا يختار بقى، طب انا هعمل فلتريشن الاول ولا هجيب الداتا دي الاول وهكذا، فبيبدا يحدد بناء على شكل الداتا. انما انت عندك احنا بس هي موضحه يعني، على الاقل لو حد اتعامل مع الداتابيز هي ممكن المثال ده يوضح له ايه اللي بيحصل جوه يعني. بالظبط هنا الموضوع من الاخر انا مرتبهم باوردر ستاتيك، لسه بقى امبلمنت البلانر ويبدا يحدد. بعد ما خلصت من هنا هيرجع لي ريزولت، الريزولت دي فيها الاوبجكت بتاعي تمام، او ان ده جلوبال فاريبل مش هطبع حاجه. ودي مم. حاجه اسمها هيدن سيلكشن. انا مثلا هنا مش هينفع اعمل بروجكشن على طول، ومش هينفع سيلكت كله برضه. يعني مثلا في سيكوال هو هيسيلكت كله بقى كده يعمل بروجكشن تمام، انا هنا مش هينفع سيلكت كله، لان حاجه زي الديف زي ما شفنا هي بتاخد وقت، فلو اليوزر مش محتاجها انا مش هينفع سيلكتها، فانا باجنورها عادي. مم. ولو جينا مثلا لمثال زي كده، لو في كويري زي ده مثلا تمام، فالكويري ده بيسلكت النيم عايز يعرضه، بس هو برضه بيديبند على الديت تايم، فانا بسلكت دول بس تمام لحد ما الانجن يخلص، بقول له خلاص شيل الديت تايم. هنا بمركب حاجه مسميها هيدن سيلكشن، ان انا بسلكته بس اليوزر مش هيشوفه عشان بس الكويري بيديبند عليه. هنا بعد ما الانجن بيخلص بيرجع لي الريزولت اللي فيها الاوبجكت اللي هو فيه التايتلز والجروبس والهيدن سيلكشن اللي بتكلم عليها اللي هي مثلا زي الديت تايم هنا. وهنا هروح للريندر. هنا الانجن خلص، انا هنا طبعا بتراك التايم وكده. وهنا بشوف اليوزر عايز نعرض الاوتبوت ده بأنهي شكل، عايز نعرضه بتيبل زي ما شفنا، ولا عايزهم جيسون مثلا. جيسون لو هو مثلا بيستخدم حاجه زي بايب لاين وعايز يقراه منه بشكل جيسون تمام، او سي اس في. بشيل الهيدن سيلكشن وبعرض له الباقي. ودي لو عايز هو يعرف معلومات البارسر والانجن خلص في قد ايه بالظبط. بس هي دي فكره المشروع. الحاجه الجديده ان احنا بما ان كل الحاجات دي في موديولز لوحدها تمام، احنا لو عايزين مثلا بدل جيت كيو ال نعمل فايل كيو ال او ويزر كيو ال او اي حاجه، احنا كل اللي محتاجين نبروفايده اللي هو الفايلين دول، نحط السكيما بتاعت المشروع ونحط البروفايدر. الداتا هتيجي ازاي؟ احنا هنا كل اللي عملته ان انا عملت امبورت للموديولز اللي هناك تمام، وكتبت السكيما مختلف. انا هنا السكيما بقت فايلات تمام، انا عايز الباس بتاع الفايل، البيرنت بتاعه، الاكستنشن والسايز بتاعه. مم. وبالنسبه للبروفايدر انا هناك كنت بسلكت مثلا من الكوميتس او البرانش او التاجز او الريفرنس، لا انا هنا هسلكت من الفايلز عادي. انا هنا هعمل فانكشن تجيب لي كل الفايلز وهبدا اخد منهم المعلومات. هنا نفس الشكل نفس التوكنايزر نفس كل حاجه، بس انا مجرد هامبورتها. انا هنا مثلا هرن كويري زي ده، هسلكت كله من الفايلات ومحدد ان انا عايز الفايل بتاع المشروع اللي انا واقف عليه. لو جينا مثلا رن حاجه زي كده فالمفروض هيتباعي نفس الشكل اللي هناك، هيرن نفس الكويري بس على الفايلز اللي موجوده. فايه تاني حاجات هو دلوقتي بيقدر يبص على الفايلز لو انت على سيستم معين؟ ايه تاني ممكن يعني ممكن استخدام تاني غير لو الداتا دي جايه من اي بي اي مثلا، حاجه زي التاكس مثلا، مم. فانا لو حطيت السكان بتاعت التاكس وخدت الداتا من البروفايدر بدل ما انا هنا بقرا لوكال، لا انا هقرا من الاي بي اي وهرجعهم كجيت كيو ال اوبجكت برضه هقدر ارن عليه. لو عندي مثلا لوجز كتير تمام وعايز ارن عليها كويري فنفس الفكره، انا بس البروفايدر بدل ما هقرا من النت او الفايلز فهقرا من اللوج فايل. ممكن اقرا كود تاني واحوله لتري واخد التري دي ابعتها للبروفايدر ورن الكويري على التري، واشوف مثلا فيها كام فاريبل او كام فانكشن او كام اي حاجه. من الاخر اي نوع من الداتا حتى لو الانفورميشن بتاعت بروسيسز تمام، زي مثلا بتاخد قد ايه ميموري وقد ايه سي بي يو، نفس الفكره. فانا هقراهم برضه وهرن الشيل كوماند واقراهم وابعتهم للبروفايدر واحط السكيما ورن كويري عليهم. يعني مثلا لو جينا نرن مم. فهي تقدر تعمل كويريز على اي نوع فايلز. هو بالظبط بس فيها مشكلة اعتقد، انه لو الفايلز حجمها كبير انت ما عندكش اندكس، ما عندكش الكلام ده، فانت هتبقى بالظبط تقيل، لازم تلود كأنك بتعمل فول تيبل سكان، فانت يعني بالظبط اللي هو الورست كيس بتاع الكويريز. هيبقى ابطا بكتير. فهتحتاج بقى لو محتاج تكبر بقى الموضوع شويه. بالظبط هي في الجيت اللي عدد الفايلز قليله، انما لو انت الداتا كترت، لو انا عاوز اكويري في داتا هفترض يعني، اصل انا جه في بالي حاجه زي كي اس كيو ال اللي هو بتاع كافكا مثلا، بيعمل كويريز على على اللوجز لا دي وحاجات لسه كتير بيبي صغيره. ف... فج- فقلت لا، ده انت كده محتاج تلود لا الفايلز كلها في الميموري فبالسلامه يعني بالظبط، لا لسه المشروع هيكبر واحده واحده، بس هي دي الكيس بتاعت آه. دلوقتي. ده مثلا لا الفايلات.
انا جه في بالي انت ناوي اصلا تكبر الموضوع، يعني انت مش عامله هوايه. انا بالظبط. كان جه في بالي طب ليه مش بتكونتريبيوت في حاجات مشهوره، فتاخد ريبيتيشن ان انت اوريدي بتكونتريبيوت في راست، يعني في راست انالايزر، بس يعني وانا حاليا عايز فانا رديت المشروع ده على يكبر، يعني نفسي. دي اكتر حاجه أنا مهتم بيها حاليا، اكبر اه. المشروع، كفر كيسز اكتر. أها. واعمل حاجه زي الجوين بقى، بحيث ان اقدر اجوين كذا تيبل، او تكتب كويري ادفانسد، او حاجه زي السب كويري مثلا، يبقى الموضوع تكتب كويري اعقد شويه. تمام. مم. هنا مثلا هو رن على فايلات، انا كل اللي احتاجته السكيما والبروفايدر. من الاخر تقدر تعمل اي حاجه، كيو ال، فايل كيو ال، ويزر كيو ال، لوج كيو ال. بس انا جه في بالي طب ما هو لو الفايلز دي هي الاندكس، انت مش الفايلز الاصليه، يعني لو بتاع الداتابيز فانت ممكن تجرب دي، ما اعرفش انك تخليه تكويري التري بتاعت الاندكس بتاعت اي داتابيز، فانت بنفس الفكره بتاعت انك بتغير السكيما، فلا انا هيبقى الداتا بتاعتي هي عباره عن داتا بالشكل ده مثلا، مش عارف، فممكن ممكن اجربها. فتلاقيها شغاله زي اس حط- كيو ال عادي، ويبقى عندك كل حاجه يعني. ممكن اجربها، بس لسه واحده واحده. لسه محتاج اكفر تمام. بس كام كيس، وبعد كده ابدا اكبر المشروع اكتر. في البروفايدر برضو، انت لو الداتا بتاعتك كبيره او هتلود بوقت طويل، انت ممكن تشتغل على اكتر من ثريد مثلا. يعني ممكن مثلا تشتغل اكتر اه. من فولدر لو انت عايز، او اكتر من ريبوزيتوري، وترجع تمرجهم. انا كل اللي فارق معايا ان هيرجع لي الاوبجكت ده في التايتل والجروبس. جبتهم على ثريد واحد او اكتر، فكل ده مش فارق، كل ده انت الشخص هو اللي بيهندله. وفي الاخر مهم. الانجن هيعمل اكسكيوت الستيتمنت بتاعته عليه عادي. بعد ما الانجن يخلص، احنا بس هنطبع الحاجات. تمام. هنطبع الداتا اللي جات لنا بالفورمات اللي اليوزر عايزه. بس ده المشروع. انت كنت قلت لي ان انت كان كنت بتشوف يعني شويه حاجات او الامبلمنتيشن اللي كان بيحصل جوه سيكوال لايت، فممكن برضو توري الناس اوفر فيو شبه اللي انت معمول، فهم الناس تقدر تربط ان ده هو غالبا زي اللي بيحصل في الداتابيزز يعني. تمام. لو اغلب الامبلمنتيشن ده هتلاقي الشرح بتاعه او حاجه شبهه في الديزاين بتاع الفيرتشوال ماشين بتاع كتابين: كرافتنج انتربريتر، تمام، ورايتنج كومبايلر ان جو. هتلاقي نفس البارسر والاي اس تي والتايب مفيش تايب شيكر في المشاريع دي. تمام. وبعد كده هتلاقي في الانجن في حاجه كنت ببص عليها مثلا في سيكوال لايت، ان انت هتلاقي مثلا الريجستر بتاع الفانكشن زي ما احنا كنا عاملينها في ماب. تمام. بس هنا مكتوب بسي. هتلاقي مثلا التوكنايزر. هتلاقي التوكنايزر لو جينا مثلا لمثال زي ده، فهو نفس الفكره، بس عاملها بسويتش كيسز. ان هي لو ماينس، مم. تمام، هيشيك عليها. بعد كده هيكريت التوكن تايب، نفس التوكن تايب اللي احنا كنا عاملينها، بس هناك كان اسمه توكن كايند. تمام. مم. نفس الفكره برضو، بيتراك التوكن بتاعها والبوزيشن بتاعها. البارسر هنا بس مختلف شويه، ان هم عاملين تول بتجنريت البارسر، بس هو بيحط الجرامر بتاعه هنا. تمام. بيديفاين الحاجات اللي هو عايز يعملها، ايه الرولز اللي هو عايز يعملها او يجنريتها. تمام. وعندهم تول هنا خاصه بالتيم بتاع سيكوال لايت بيجنريت البارسر اللي احنا عملناه، بس من الفورمات ده. عيب الموضوع ده احيانا الايرور مسج ما بتبقاش ادفانسد قوي، لان هو مم. مش متحكم في كل الكيسز. انت مثلا ممكن تيجي في كيس انت عارف ان في ايرور، بس انت تحاول توصل لسبب الايرور عشان تقول لليوزر، مش مجرد مثلا تقول له ان انت نسيت كذا كذا هنا، او ان انا مثلا كنت اكسبكت كذا. تمام. مم. فالحاجات دي بتبقى صعبه تتعمل لو انت بتجنريت بارسر. في فايل كمان، في فايل اسمه سي ديت وسي تايم. ده طبعا حاجات الاكسبريشن. السي ديت والسي فايل زي ديت تايم، الديت يوزلز اللي كانت معموله هناك، ان هي تبارس الديت وتشيك عليه، تشيك على الفورمات، تكستراكت المعلومات منه. نفس الفكره هناك بس بامبلمنتيشن مختلف. هنا طبعا في حاجات زياده زي البي 3 بقى، ان هو هنا مش بس بيريد زي عندي، بيريد ويرايت ويابديت كل الحاجات دي. الموضوع هنا مم. مختلف شويه. في حد على اليوتيوب كان عامل ستريم وكان بيقرا السورس كود وبيشرحه. قناه يوتيوب اسمها تقريبا انس ار ايفري وير. بياخد مشروع من الكبار ويدخل جوه السورس كود بتاعه ويشرحه. هنا مثلا ده الدوكيومنتيشن، ده فكره الاوبتمايزيشن بتاعت ان هم هنا مثلا لو هي كانوا شارحينها هنا، ان هي مثلا لو ان جواها حاجتين بس، تمام، او حاجه، لو اللينس بتاع الليست 1 اور 2 فهو هيحولها للشكل ده. غير طبعا لو هي امبيتي هيحولها ترو فولس والكلام ده، بس هو هنا هياخد الاثنين فاليو ويحولهم لاور. حاجه كمان، انا مش عارف مكانها هنا في السورس كود فين، بس هتلاقي نفس فكره الفاليو ريبريزنت، ازاي بيريبريزنت التايب، ازاي بيريبريزنت الفاليو سواء انتجر او تكست او كده. نفس الفكره هتلاقي هنا برضه، بس الفاليوز اكتر بقى. زي الفل. تمام.
أنا باشكرك عمرو، نورتنا، الحلقة كانت دسمة، أتمنى الناس تكون استفادت منها حاجة يعني، ويعني تحمّسهم يمكن يحاولوا يجرّبوا في المنطقة دي. شكرًا ليك. ونتمنى نشوفك تاني في لقاء آخر، نتكلّم عن topic تاني برضه من الحاجات إن اللي شاء أنت الله. بتعملها. سلام. سلام.